السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بليله، ونحط على وشها كده سكر بودره وكنافه. ده القمح نقيته وغسلته وحطيته يستوي اهو اهو. ودي الكنافه اهي، حطيتها اهي تتحمر في الفرن اهي. اتحمرت اهي، هنقعد نقلب فيها لما تتحمر كلها. نقعد جنبيها كده لحسن تشيط. ان شاء الله هحمر الكنافه واوريها لكم ومع بعض خطوه بخطوه. بس حبايبي الكنافه اهي اتحمرت خلاص كده. هنستنى بقى ايه البليله، هنستنى البليله بقى تستوي. تستوي البليله ان شاء الله هصورها لكم واوريها لكم. بصوا حبايبي البليله خلاص خلصت اهي اهي. انا جبت نص كيلو لبن، هي المفروض تاخد لبن اكتر من كده، بس خلاص البوابه مش هترضى تنزل تجيب لي لبن تاني. حطيت نص كيلو لبن، وحطيت فيه معلقتين نشا كبار او 4 معالق نشا كبار، وقلبتهم في اللبن، وبعدين رحت حطاهم في قلب البليله اهي كده. خلاص اهي خلاص خلصت. وحطيت لها بقى السكر، يعني كده فيها اللبن وفيها السكر. نستنى بقى تبرد شويه تهدى لانها بتغلي، ونقوم حاطين بقى على وشها الكنافه واوريها لكم ان شاء الله باذن الله. اهي يا حبايبي الكنافه خلاص خلصت. البليله غرفت البليله ورحت حاطه ايه فوقيها الكنافه. طبعا انا لو في بيتي هحط سكر بودره على الوش. انا مش في بيتي، انا عندي الحاج. ما والله ما لقيت سكر الا يا دوبك حليت بيه بس، فانا حطيت اهو كنافه. لو انتوا حابين بقى فوق كده زبيب سوداني اللي انتوا عايزينه، وسكر بودره. لو عجبتكم البليله دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم.